السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك أخوكم سعد الحمراوي. اوعى تنسى شعارنا: صلى على النبي، صلى على المصطفى، صلى على حبيبنا، خد حسنات واديني حسنات والأرض على الله. الفيديو اللي فات بتاع أنواع البوري، كل بتاع الآيات عاوزين يعرفوا الفرق ما بين بوري البحر وبوري المزارع. فبفضل من ربنا خد بالك هقول لك الفرق، وهقول لك حتى لو انت الحاجه الجديده اللي مش حد هيكلمك عليها خالص، لو هو البياع غشك وبعته لك حتى مشوي تقوم انت عارف. يعني مش هو ونجي بس، لا ده وهو معمول وهو مشوي. وفي نوع ثالث ما بين المزارع والبحر هقول لك انا عليه. الحاجه الجديده خد بالك بفضل من ربنا هقول لك عليها. الاول هنتكلموا عن بابور البحر. انا قلت لك الفيديو اللي فات النوعين دول ما بيعيشوش الا في البحر. بور البحر تيجي تاكله بوري سمين. بور البحر بوري مليان عضل. بور البحر مليان عضل، تاكله بتحس بفصوص. السمنه بتاعته خفيفه ومفيده. لكن بور المزارع، بور البحر انواع، والحجم بتاعه كبير صغير. تبص واحده بتوصل لحد 7 8 كيلو، كيلو ونص كيلو، ربع كيلو. لما بتيجي تشوفها مفيش حجم معين او حجم، يعني ممكن حجم مثلا زي ده كده انا منقيهم من 50 60 كيلو سمك متقارب. لكن بتاع المزارع اللي انا هقول لك عليه دلوقتي، برج المزارع نوعين. هم اللي زي ما قلت الفيديو الثاني بيعيشوا في ميه عذبه، يعني ميه مالحه، ميه خد بالك متلوثه، ميه صرف، ميه اي حاجه هو عايش فيها، وياكل اي علف. بقايا الفراخ، عظم فراخ مفروم، اي حاجه تحطها لها هي واكلاه. ما بيقولش ما بيقولش حاجه. وهقول لك على اضراره، وهقول لك ايه المشكله اللي هم اصحاب المزارع اللي هم ما عندهمش ضمير بيعملوا ايه. اول حاجه بوري المزارع نوعين: البره والبوري الحر او الجعابيب او الخالصه. اول حاجه الحجم واحد، يجي يقول لك مثلا ايه 4 في الكيلو، انا 3 في الكيلو، 2 في الكيلو. دوت بور المزارع. بيجوا عند بتوع التمليح في المواسم بيكبروه ان هو بحيث يبقى كيلو الا ربع، بحيث لما يتملح يبقى السمكه نص كيلو عشان يجيب اسعار عاليه. هنا هوت البوري المزارع تلاقيه غامق، تحس ان هو ايه، لونه زي لون الطينه الخضراء، غامق. وحتى لو طلعته من المزرعه حي هو بيبقى لونه غامق، عينيه مطفيه وهو حي، وهو طالع حي بيلعب. التالتة ان انت تفتح نخشوشه كده مليان طينه. بصوا اهو، طينه فيها على ايدي. بور البحر ما فيهوش طينه اهو، بصوا نضيف. بوري بصوا نضيف خالص. تاني مليان طينه، ولو غسله هو هيغسله كده اهو. شوف بص المعلومه دي من تاجر سمك، صياد وتاجر سمك. مفيش حد والله هيقول لك المعلومات دي، لو ان المعلومات دي هتجيب لي مشاكل ايام. بص طينه اهي، اهي هيجي يغسلها هيعمل كده. فلما هيعمل كده الحته دي هتتسلخ. بصوا اهي، هيقعد يعمل كده. الحته دي ما هو دعكه واحده بقت ايه، شفافه. شايفين عامله ازاي؟ بقت شفافه. هيغسل هو
لو هيجي يغشك هيغسل البتاعه دي، هتبقى شفافه ما تاخدش منه. وللامانه برضك في المواني بيبقى في بعض ارض طينه ممكن بس دي نادره جدا. ممكن بور البحر يبقى برضك في حته طينه، بس دي بتبقى يعني من النوادر. خلاص. الحاجه بقى انت هتاخد البوري وهو معمول تقوم عارفه ازاي. اول حاجه بور البحر لو انت كلته مقفول لازم يبقى فيه وساخه من جوه، ان هو بياكل اي حاجه ماشي، رزقه على الله. بياكل خضره، بياكل بتاع دوت بلح بحر من الصغير، بياكل الحشف من على الصخر. فدوت بطنه يعني ايه، مش حاجه ثابته، دود. فده انت تاكله تلاقي فيه ايه، بطنه راعي. تاني حاجه تاكله فصوص، الاصفر ودن الدهنه بتاعته صفرة، اللون عضل. وحتى هنا هو برضك ما ده في منه بحر، لما تيجي تاكله هيبقى نفس الوضع اللي هو الكباره والبوري. هنا هو بقى بتاع مزارع بياكل علف، فبطنه نوع واحد، العلف بيبقى سمين بيتركز بطنه، فانت تفتح تقول الله ده سمين. لا، سمين صافي ده في بور البحر. تاكله بوري لما يبقى فيه عمليه صيام، السمك بيصوم في شهور معينه ويبطرخ في شهور معينه. هنا هو لما انت تيجي تاكل السمك بتاع المزارع ده تلاقيه سمين، سمين قوي، وبطنه سمينه. ليه بتوع المطاعم بيفضلوا بور المزارع؟ لان هو حجم واحد، انت عامل اوردر 20 30 واحد زي في الشركات وعزومات عاوزين ياكلوا بوري، مش معقول احط لك واحده نص كيلو واللي جنبك ربع كيلو. لا، بيجي يقول لك 4 في الكيلو، يبقى الواحد ربع. 3 في الكيلو، يبقى الكيلو ايه، تلت. ديت حاجه معجنه، خد بالك. وانت الحاجه اللي تيجي تاكلها تلاقيها سمينه ما تاخدهاش. هكلمكم على حاجه تانية خالص، مش الفرق بينهم، الفرق احنا عرفناه. الطينه في النخشوشو، السمونيه، الحجم الواحد. هقول لك على اضرار المزارع، اضرارها لا تعد ولا تحصى. زي اول حاجه ليها 3 اضرار في تربيتها الا من رحم ربي في مزارع نظيفه. وهكلمك على نوع ما بين البحر والمزارع، مش هتسمعها من العبد لله بس. اول حاجه الميه، ميه المزارع ممكن تبقى ميه ملوثه، ميه صرف على ميه صرف زراعي، على ميه مش عارف ايه، على ميه صرف صناعي، كل ده بيتأقلم. تاني حاجه نوع العلف، الناس اللي ما عندهاش ضمير بتحط علف بواقي تنظيف الفراخ، والفراخ اصلا مزارع، بواقي المجازر الدم والبتاع عشان بيعمل قصفاره ويخلطه، ده بردك اضرار. النوع الثالث بيدوله مضاد حيوي. ليه؟ عشان هو بيخاف العدوى تنقشر فيها فيموت كله، فبيديله مضاد حيوي. تيجي انت تاكله يبقى جسمك عنده مناعه مع كتر استهلاكك. ليه؟ لو انت بتحب بوري على الطول وسمك المزارع يبقى عندك مناعه مضاد الحيوي. تيجي انت يكون عندك امراض مستدعيه ان انت تاخد مضاد حيوي، المضاد الحيوي ما يجيبش معاك النتيجه بسبب استهلاكك لاسماك المزارع. حاجات والله ما هتسمعها الا غير من العبد لله.
واللي يقول لك انا ما بحطش مضاد حيوي للمزرعه يبقى راجل كذاب. دي حاجه رئيسيه. وان شاء الله خد بالك هنزل لكم حاجات على كل انواع السمك. هعرفك بين السردين وانواعه، والحناش وانواعها، والكابوريا وانواعها، والبربون وانواعه، والجنيس وانواعه، والموسى وانواعها. عرفك حاجات باذن الله. خد بالك يعني بفضل من الله مش هتلاقي على الا على القناه بتاعتنا. بس انتوا خلوا شهر الناس تستفيد وتاخد حسنات. وما تنسوش الصلاه على النبي. الصلاه على النبي هي مكسبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.